حالات إغماء وتحرش في فرح كروان مشاكل وحفيدة شعبان عبد الرحيم. اللي حصل في حفل زفاف كروان مشاكل وحفيدة شعبان عبد الرحيم كان مشهد صعب وقلب السوشيال ميديا في الساعات اللي فاتت. بدل الزغاريط والفرحة لقينا ناس بتقع على الأرض وإغماءات واحدة ورا التانية. العريس نفسه كروان مشاكل أغمى عليه، والعروسة كمان، وعدد كبير من المعازيم. مشهد محدش كان متخيل إنه يحصل في ليلة المفروض تكون أسعد ليلة في العمر. الناس بتقول على السوشيال ميديا إن سبب الإغماءات دي كلها هي الزحمة اللي مش طبيعية والتكدس الرهيب اللي حصل في الفرح، وناس داخلة وناس طالعة، وما كانش فيه تنظيم ولا تهوية كفاية. ناس كتير قالت إن اللي حصل كان نتيجة دعوات مفتوحة وحضور فوق طاقة القاعة، وناس تانية شافت إن الجري ورا الترند هو اللي حول الفرح لكارثة. والموضوع موقفش لحد الإغماءات بس، لأن في كتير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا وقوع حالات تحرش في حفل زفاف كروان مشاكل وحفيدة شعبان عبد الرحيم بسبب الزحام الكبير اللي حصل وغياب التنظيم، وده زود من حدة الغضب الشعبي اللي حصل على السوشيال ميديا بسبب الفرح. وأكد كتير من الناس إن سوء الإعداد والتنظيم هو السبب الرئيسي في كل اللي حصل.